من المعتصم الذي حرك جيشا عرمرما من أجل مسلمة صفعت على وجهها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب جهارا نهارا ولم تحرك من أجله جيوش. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. لو كانت الخلافة قائمة والمسلمون في قوتهم وعزتهم لأعلن الحرب من أجل ما حصل. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، اليوم نعرف الصادق من الكاذب. حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم. يعني الله يديله الصحة قاعد فترة بيتكلم على الموقع ده، بيقول لك اكتب الرسالة وسيب بقى الموضوع بقى على الله سبحانه وتعالى، وهو هيباشره ويشوف يمكن لعل وعسى يحرك قلوب الناس دي عليها. ها يبقى كل واحد من ناحية، ما تعتمدوش على الوقفات اللي بتحصل ديت. وابعتوا الرسالة بأي اسلوب، والله بأي اسلوب. الموقع حطوا لهم يا أدمن، الله يكرمك يا ابني، حطوا لهم اسلوب، اي اسلوب بالعامية. يمكن الكلمة تحرك قلوب، يمكن الله اعلم. يمكن لما قال لك لما يلاقوا كل المصريين دول همة واحدة ومن جميع الدول التانية بيقولوا لهم اصحوا في كذا كذا كذا، وهم هيردوا. ده اللي قالوا المكاوي، لازم يرد على ايميلك برسالة. فصاحب الموقع ده لما هيلاقي ده اللي هو بتاع المسلمين الجدد، لما هيلاقي الرسائل دي رايحه له وبالعدد الكبير ده، ان شاء الله اللي عرف هنا يبلغ، اللي ما عرفش يبلغ جيرانه. والله انا لسه في مصر بقول لجماعه تعرفوا قصه كاميليا؟ احنا سمعنا عليها بس احنا مش عارفين ان كان ده صحيح ولا لا. اديت لهم المواقع، شوف واسمع وشوف، لان الناس ما هيش حاسه هناك حتى في مصر، الناس مش حاسه. فانتوا لازم انتوا بقى اللي قاعدين هنا 24 ساعه ولا 12 ساعه اعمل حاجه لوجه الله، مش اللي حتى في الدول البعيده ما همش في مصر. ما تقولش لا ده القضيه قضيه مصريين، ده القضيه قضيه مسلمين في امريكا وفي كل مكان. فعليكم انتم كده هوت هتمد ايدك على الموقع اللي اتحط اللي قال عليه المكاوي واكتبوا. انا عايزه المكاوي النهارده مش هينام بقى، صاحب الموقع ده هيروح له يقول له ابوس ايدك ايه اللي انت عملته ده. مكاوي هيقعد معاه بقى وياخد ويدي. فيعني ساعدوا المكاوي، ما تبقوش انتوا كده بعيد. يلا اللي في الدول العربية واللي في اي بلد يكتب الرسالة، الله المستعان. يبقى ادمن عيد عليهم الموقع، الله يكرمك. لان انا وحط لهم الموقع، ومش هنتنقل من مرحلة لمرحلة الا لما تتم المرحلة دي فعلا، والمكاوي يلاقي رسائل رايحة اعداد موقع ده. مين كتب دلوقتي الرسالة؟ اللي كتب الرسالة يكتب واحد ان شاء الله بدرجة بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نشوف وحيد، الأوضة فيها 173. يلا ها ما شاء الله، ونور يلا غير نور ما شاء الله. ايوه كده كمان الهمة، يلا ما شاء الله. زق الوحايد، فين الوحايد التوحيد يا اهل الموحدين؟ مش معقولة اللي قاعدين في الأوضة مسيحيين، انا شايفاهم كلهم مسلمين. الله اكبر، ايوه كده. يلا كمان يلا. عايزين نشوف الوحايد. في وحايد، احنا مش في مزاد يا جماعة، احنا مش في مزاد، احنا دلوقتي في سعي لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كمان. يلا اللي مش حاضر بينكم اللي موجود دلوقتي يكتب للي مش موجود ويبعت. ادي نقطة لازم تصمموا ان انتوا تبعتوا رسائل النهاردة، وتبعتوا تقولوا نصرة للإسلام، نصرة لكلمة لا إله إلا الله. يعني تخيل وضع اخواتكم دلوقتي، والله في كرب شديد، بيجلدوهم ويحرقوهم ويعذبوهم ويهنوهم، يحلقوا لهم قرع زي ما هم متعودين من كتابهم. زي ما هم متعودين. الرحمة باخواتكم، يلا ارحموهم وخدوا الاجر والثواب وانت قاعد 5 دقايق. تاني حاجة، ما حدش يقول ما هوش عارف عن المقاطعة. المقاطعة دي مهمة والله العظيم.
انا يعني لما تكون روحك كده اهوت في حاجه ومحتاج تتاكد ان الله سبحانه وتعالى هيعينك. لو انت قطعت نصراني وما تدلوش فلوس ابدا ابدا، ما تشتريش منه حاجه، واديله طبق الطبيخ وطبق رز. انا عارفه اللحمه غاليه دلوقتي، طبق طبيخ وطبق رز وزي ما انت بتاكل فيه، انما ما تشتريش منه حاجه وتديله فلوس ابدا ابدا.